يا صباح الفل يا رب. بصوا بقى احكي لكم على حاجه. العربيه بتاعتي كان فيها مشكله، فكانت ايه اللي بيركب عربيات عارف يعني ايه ما بتسحبش كويس، حاسه كده ان انا بشدها عشان تتحرك. المهم ايه، قعدت اقول بقى لازم اوديها للميكانيكي، العربيه كده مش ماشيه كويس خالص معايا وبتاع، ولازم تروح للميكانيكي. المهم وديتها للميكانيكي، فقلت بقى هتبقى مشكله بقى يعني. فالمهم ايه، الراجل قعد يبص عليها وكده. بعد كده اما قايل ايه، العربيه دي مخنوقه. ايه الكلام الحلويات اللي حضرتك بتقوله ده؟ مالها طمني عليها. فبيقول لي ايه، العربيه دي محتاجه تسافر. قلت له كمان؟ ده انا ما سافرتش. فبيقول لي العربيه دي محتاجه تسافر او تمشي على طرق سريعه. انا قلت اكيد ده بيهزر يعني، في حاجه غلط. فبعد كده بقى فهمني يعني. قال لي حضرتك بتتحركي فين؟ فقلت له المناطق الفلانيه والفلانيه. قال لي المناطق دي دايما بتبقى زحمه، فالعربيه ما بتبقاش واخده راحتها. قعدت افكر كده، قلت لما العربيه مخنوقه وعايزه تسافر وعايزه تخرج، امال العيال بعد الامتحانات بيبقوا عاملين ازاي؟ فلما فكرت فيها كده قلت دايما الولاد بيبقوا يا في البيت، يا اما عند قرايبنا، يا اما مش عارفه فين. طيب الاجازه جت بقى، محتاجين ان احنا نخرج، ضروري قوي ان احنا نخرج الولاد. فنعمل اي حاجه يا جماعه العيال، يعني جنينه قريبه نخرجهم نمشيهم. بس فعلا موضوع الخروج ده بيفرق مع الولاد، ومهما كانت الخروجه بسيطه دايما بنبقى شايفين ان احنا لازم نعمل حاجه واو بفلوس كتير. هم بيبقى تفكيرهم غيرنا خالص، هم عايزين يخرجوا وبس. فتابعوا ان شاء الله باذن الله الصفحه بتاعه الرحله تحلى على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. وعلى الفيسبوك هتلاقوا اللينك بتاع الواتساب. تابعوا الرحلات بتاعتنا، والرحلات بتاعتنا دايما بتكون للاسر، يعني اطفال وامهات وابهات. فهتلاقي ناس كتير قوي شبهك، ومش هتلاقي خالص في الاعلام ممنوع اصطحاب الاطفال، احنا بتوع الاطفال اصلا. وبنعمل مسابقات وبنعمل العاب وبنعمل حاجات كتير. ان شاء الله باذن الله الرحله الجايه هتكون اما الاهرامات او متحف الحضاره. كنا بنعمل فوت الفتره اللي فاتت، فان شاء الله باذن الله انزل لكم التفاصيل قريب. فهستنى اشوفكم ان شاء الله بعد غيبه طويله بقى عن الصفحه في الرحلات الجايه باذن الله. السلام عليكم.